حقيقة مغادرة حكيمي لمعسكر المغرب مصابا قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم. غادر أشرف حكيمي الظهير الأيمن للمنتخب المغربي المران الجماعي للأسود الأطلس استعدادا لمواجهة بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2022. وشعر حكيمي بانزعاج على مستوى الفخذ الأيسر بعد مباراة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي، لتحوم الشكوك حول مشاركته ضد المنتخب البلجيكي. وخضع أشرف حكيمي ونصير مزراوي لاعبا المنتخب المغربي لتدارب خاصة أمس الخميس 24 نوفمبر 2022 استعدادا لمواجهة المنتخب البلجيكي، ما دفع حكيمي للاكتفاء بتدارب طفيفة حتى حين الكشف عن تطورات حالته الصحية في وقت لاحق. ولم يكمل نصير المزراوي الحصة التدريبية بسبب معاناته من الإصابة، بينما اكتفى أشرف حكيمي بتسخينات فردية على دراجة التمارين. وأكد طبيب المنتخب المغربي أن أشرف حكيمي ونصير مزراوي سيجريان فحوصات إضافية لتحديد مشاركتهما من عدمها أمام بلجيكا في المباراة القادمة.